السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد، وإن شاء الله في الفيديو بعد ما استمتعتم معانا بفيديو كوكاكولا، وقلنا نعمل لكم بقى فيديو عن بيبس وإزاي صناعة البيبس. زي ما انتم عندكم شايفين كده، بصراحة شركة بيبس في مصانعها رهيبة رهيبة عن شركة كوكولا بكتير. هي تعتبر نمرة وان. حتى لما هشوفوا معانا الأزاز، هنا الأزاز كده تخش عملية تعقيم وغسيل، غسيل الأول وبعد كده برضه تعقيم البخار من الازاز. ما بتفرقش هو بيبس او تيم او سيفن اب، كل ده بيخش الميه. التيكت ده بيتشال زي التنزل، زي ما انتوا عارفين تخش كده على ميه سخنه، تبدا كل ده يتشال منها زي ما انتوا حضرتك شايفين كده، وتتبخر تطلع ازازه جديده. تترص بقى زي ما تترص بيبسي، سيفن اب، كاكولا، تيم. الله يرحم ايام التيم لما كان لسه موجود. زي ما شايفين هنا كده مصانع برضو البلاستيك تبدا تتلم كده كلها وترجع. شوف حتى هتشوف تكمتها بتتختم ازاي وتتلف ازاي. صراحة بيبسي شركة عملاقة عملاقة غير كفولة يعني، حتى في شكلها. طبعا برضو المادة زي الكاكولا فيها سكر وألوان صناعية وكراميل ومياه غازية، طبعا اللي قلنا قبل كده عليها من 80 90 ثاني أكسيد الكربون المنقى والنكهات الطبيعية. طبعا اللي بيفرق البيبسي بيزيد عنها في الحامض وأملاح، فيها نسبة حامض ونسبة أملاح. الشركات عملاقة بصراحة. البيبسي بحس حتى شغل البيبسي غير شغل كوكاكولا. مصنع يعني. هنا كده بعد ما مشي على خط سير الإنتاج، تخش تاخد تيكت، وبعد كده تخش مية ساعة. طبعا اللي وقع ده ملناش دعوة بيه تبعنا. وهنا بتعمل لها اختبار، ده اختبار المياه الغازية مع الفقاعات، مدى جودتها. هنا هتبدأ تتغلف برضه زي كده، هتتغلف تقريبا زي 24. تخش كده في باكيتات كده كلها على بعضها، تبدأ تتلم بقى كده. مثلا ايه، كل باكيتة مثلا معاها 20 30 باكيتة عليها. بسم الله ما شاء الله يعني. شوف المجموعة بتتشالت ازاي يعني. لا حاجة ايه ده، بسم الله ما شاء الله يعني. وهم والله غير الكاكولا يعني. الكاكولا كان بيتعبي يا ابني هيدا كوزي. دي كده بقى هنا فقرة عن صناعة الكنزات، ازاي الكنز تلف كده زي ما شايفين على خط الإنتاج. برضه تخش تتكبس هو الأول، وبعدين تخش تتكبس المادة اللي فيها، وتبدأ تلف تاني وتبدأ تطلع في خط الإنتاج وتشوفها زي ما هي تتكبس وتتقفل، وتبدأ تتغطى كده باكيتات 24 وهكذا. بصراحة لا يعني، بيبسي هي فعلا نمرة واحدة. طبعا من أمريكا برضه، كوكاكولا برضه صناعة أمريكية، بس تحس ان بيبسي في حتة تانية يعني. مش يعني كوكولا بتنافسها، بس يعني فين وفين يعني. خط إنتاج رهيب بصراحة يعني. احنا جمعت لكم الكنز شوية ومن الإزاز شوية ومن البلاستيك شوية يعني. حاجة شغل عالي يعني، زي ما بقولك شغل على مية بيضة كده. زي ما انتم شايفين كده هتبدأ برضه تتجمع سواء الكنز. هتخش بقى يغطوها بالكراتين. شغل يعني بصراحة، شغل على مية بيضة يعني. لا تبدأ تمشي على خط الإنتاج ويبدأ يجمع مرة واتنين وتعيد برضه. كل دي باردة على فكرة يعني. أنت لو شلت أي إزازة من هدوم أو أي كان زي من هدومك تحتها هتلاقيها باردة. هي أصلا ذات نفسها المادة بتبقى نازلة في الإزازة أو الكان وهي باردة، بتبقى محطوطة جوه في الخزانات باردة. هي بتبدأ تتغلف كده زي ما انتم شايفين، وتبدأ بقى تخش تتعبى وتحط في مكان بارد، وبعد كده تطلع للجمهور. ده كل ما لدينا في فيديو مصانع البش. يا ريت أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.